من أهل الفساد المضل من استعان بسواه ومال عن طريق الرشاد. لا إله إلا هو له الحكم وإليه يرجعون. أحمده وأشكره على نعمه السنية وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الواهب البهية، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صفوة البرية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه إلى يوم يبعثون. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها الناس، ما بالكم قد تدنستم بالمعاصي وسعيتم في غير المغلوبة وتكاسلتم عن طاعة الله وأنهمتكم في الشهوات فغرقتم في بحر الذنوب وتركتم الشرع الشريف واشتغلتم بما يغضب علام الغيوب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فلم لا تتعظون بالفناء ومرور الأشهر شهرا بعد شهر؟ أغرتكم الحياة الدنيا وسحرتكم فأوهمتكم أنكم تعيشون أبد الدهر، أم خدعتم بالأموال والبنين والزينة والزهر والله يقول: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. من تبصر رأى زخارف الدنيا هباء منثورا، ومن تدبر وتفكر سعى إلى الآخرة سعيا مشكورا، ومن تذكر تزود التقوى لينقلب إلى أهله مسرورا. فتدبروا وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون. واعتبروا بعاد وثمود الذين بغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وفي آية أخرى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون. أين الذين كانوا يجتنبون كبائر الإثم سرا وجهارا؟ أين الذين كانوا يعبدون الله ليلا ونهارا؟ أين الذين كانوا يقيمون الصلاة لوقتها ويرجون من الله رحمة وانتصارا؟ أين الذين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون؟ لقد ذهبوا وماتوا وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وفرقوا في الجمع والجماعات وارتكبوا جميع السيئات وتركوا الدين القوم فوقعوا في الذل وساروا في أسوأ الحالات. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فاتقوا الله وتباعدوا عن السيئات قبل أن تصبحوا على ما فعلتم نادمين.
وأكثروا وأكثروا من الحسنات، وأكثروا من الحسنات، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وسارعوا إلى معالم الرضوان قبل أن يقر الوصول، وبادروا بمحاسن الأعمال تمنح الحسنات، تمنح الإحسان والقبول. ولا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وفي الحديث عن أبي برزة النضرة ابن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسب، وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما بناه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشمال منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمر. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ تحدث أخبارها. ثم قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على دهرها، تقول: عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرا أي غير مختونين. قلت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية: الأمر أهمهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. متفق عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها،
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله منها وإياكم. ألا صلوا وسلموا على رسولكم الكريم، حيث قال الله تعالى آمرا ومخبرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن البعض الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليه. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليه. اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة القرآن. اللهم زينا بزينة القرآن. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن. اللهم شرفنا بشرافة القرآن. اللهم ألبسنا بخلعة القرآن. اللهم ألبسنا بخلعة القرآن. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على ما يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.